ليدرك المرء أن الأمور بيد الله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن ما كان له فسيأتيه وإن أبى الناس أجمعون، وأن ما لم يكن له فلن يأتيه ولو ملك كنوز قارون، وأن ما مضى فات فلن يرجع إليه، وأن المستقبل غيب لا يعلمه إلا الله، وأنه ليس له إلا ساعته التي هو فيها. ولهذا استدل أهل المعرفة على راحة بال المرء بثلاث: بحسن التوكل فيما لم ينل، وحسن الرضا فيما قد نال، وحسن الصبر على ما قد فات. ولأجل أن يؤمن المرء لنفسه ديمومة راحة البال فعليه استصحاب أمور 4: أولها أنه لا نجاة له من الموت، بل هو ملاقيه وإن فر منه، لأن الموت يرقبه من أمامه لا من خلفه. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. وثانيها ألا راحة دائمة في الدنيا، وأن الأيام قلب، إن سرت نفسا ضاحكة ساءت نفسا باكية. وثالثها ألا سلامة من الناس على الدوام، وأنه مهما كان تحرزه منهم وعزلته فالسلامة منهم أعز من الكبريت الأحمر. وقديما قيل: ولو أن واش باليمامة داره وداري بأعلى حضر موت اهتدى لي.